السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله عاملين كيكة بالبرتقال، طعمها وريحتها ولونها خطيرة. طبعا كيكة البرتقال بتبقى معروفة بلونها الأصفر الجميل وريحتها الجميلة. البيت كله كده هيبقى ريحته جميلة جدا. يلا نسمي الله ونشوف الكيكة الخطيرة دي هنعملها ازاي. معايا حبتين برتقال هبشرهم بشر ناعم جدا، بس المهم احاول كده ما اوصلش للأبيض، يعني خفيف خفيف كده من فوق. هبشرهم بشر ناعم بالشكل ده بشر برتقال. تبقى الكيكة مش محتاجة فانيليا، بتبقى بشر البرتقال بيخليها خطيرة وريحتها خطيرة. نفس البرتقالتين اللي احنا بشرناهم هنعصرهم في عصارة البرتقال. لو ما عندكيش العصارة دي ممكن تجيبي المج بتاع الشاي وتقلبيه وتعصري عليه، هيديكي نفس النتيجة. المهم هنعمل كوباية من عصير البرتقال. ما ينفعش عصير فيه مية وسكر، لا احنا عايزين عصير البرتقال اللي هو ايه بيبقى طازة وفريش. وكده انا هعبي كده كوباية من عصير البرتقال. كده جهزنا العصير بتاعنا. نيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، تجيبي الصينية اللي انت حابة تستعمليها. انا جبت الصينية بالشكل ده، دهنتها سمنة وعفرها بالدقيق. طبعا القناة دي للمبتدئين، فاحنا بنعمل كل حاجة عشان خاطر لو كنت مبتدئة في المطبخ. معلقة كده من الدقيق وتعفريها، واي زيادة بننزلها. كده الصينية جاهزة معايا. نيجي بقى للخليط، سهل وبسيط وفي الخلاط مفيش اسهل من كده ومقادير بسيطة. اي واحدة مبتدئة في المطبخ ممكن تعملها. نجيب شفشق الخلاط بتاعنا، هنحط فيه كوباية من السكر. كل ما السكر يكون فاتح كل ما الكيكة تطلع فاتحة معاكي. انا حطيت كوباية ونص من السكر، انت لو حابة بس طلع سكرها بزيادة، لو حابة تقلليه عن كده ممكن تحطي كوباية واحدة. وحطيت 2 بيض بدرجة حرارة المطبخ، يبقى حطينا كوباية سكر، كوبايتين و2 بيض. وهنحط البرتقان اللي احنا عملناه مع بعض. حابة تحطي فانيليا برضو، الناس اللي ما بتحبش ريحة البيض تحطي. كمان انا حطيت كيس تانك بطعم البرتقال على عصير البرتقال، اداله لون فاتح جدا. وحطيت نص كوباية من الزيت، وهسيب كل المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف بيبقى سهم صغير جنب العنوان، تضغطي عليه بتجيلك المقادير بتاعة الوصفة. بعدين هندخل المواد الجافة مع بعض. انا حطيت المواد السائلة خلطتها في الخلاط وخليتها على جنب لحد ما احضر المواد الجافة. هي عبارة عن كوبايتين من الدقيق، معلقة من كيس بيكنج باودر ورشة من الملح. هقلب كل المواد الجافة كده مع بعض عشان خاطر يعني البيكنج باودر يدخل في الخليط كله، وانزل بقى بالخليط السائل اللي انا خلطته في الخلاط، اللي هو عبارة عن بيضتين وكوباية سكر وبشر البرتقال وكوباية نص كوباية من الزيت وكوباية من عصير البرتقال اللي احنا عملناها مع بعض. وحطيت المواد الجافة وقلبتهم كويس بالشكل ده، وهنزل في الصينية بتاعتي. شايفين لون الخليط خطير. التسوية تدخل على فرن سخن على الرف الوسطاني الشبكة، بتقعد نص ساعة. تطلع مفيش ولا أحلى ولا أجمل من كده. مش بنشغل شواية خالص، هي بتاخد سوا فوق وتحت. لما بنشغل الفرن أهم حاجة تكون سخنة. قبل ما احنا بنعمل في الكيكة تشغل الفرن. دي طريقة التسوية لو كنت مبتدئة في المطبخ. طبعا تخليها تهدى شوية وتقطعيها مع كوباية شاي. ولا أحلى ولا أجمل من كده. ممكن وصفة ممكن تعمليها وريحتها خطيرة جدا. وبكده كيكتنا النهاردة تكون خلصت، أتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. أشوفكم على خير.